رحالة الكويتي ابن فطوطة. اهلا بك معنا كما هو معروف ابن فطوطة. اهلا بك معنا ومرحبا بك في الجزائر. حياكم الله. طيب عادل العدواني، يعني كلهم يعرفوك بابن فطوطة لكن اسمك يعني الحقيقي هو عادل العدواني. خلينا نعرفوا من هو اولا عادل العدواني وبعدها نتحدثوا على ابن فطوطة. تفضل. طبعا انا شاب بالنسبه يعني حق الاسم ابن فطوطه شلون جاء. خلينا نبدا من البدايه. انا بالبدايه كنت احب موضوع السفر من وانا صغير، بسبب اني مو بس اني احب السفر علشان والله اني اشوف البلدان الثانيه، بكثر ما اني انا احب الاستكشاف، احب اتعرف على الناس واحب اشوف الثقافات الثانيه. فكنت على طول احب هذا الشيء، وبديت دخلت في احد المنتديات العربيه، وكان هو اقوى منتدى عربي واكبر منتدى عربي للسفر. فقلت ابي اختار اسم. طبعا اكيد بالمنتديات لازم تختارين نيك نيم، فقلت ابي اسم يدل على السفر. فاخترت اسم ابن فطوطه على اسم ابن بطوطه، بس خليتها بشكل شويه كوميدي، يعني فطوطه اللي هو مثل الناس سمير غانم قبل. هي مسرحيه اللي كانت فوازير. فوازير. لكن نرجع مره ثانيه مثل ما قلت انا شاب عادي كويتي، درست بالجامعه اداره اعمال. بعد ما درست يعني اشتغلت عده وظائف وهذه الامور، وكنت اسافر. تعرفين لما تكون موظفه يكون عندك بس 30 يوم بس بالسنه تسافرين فيها، فكنت استغل كل الايام هذه عشان اني اسافر فيها. فيعني بس اني كنت اسافر يعني بشكل مستمر، وكانت تسبب لي بعض المشاكل حتى بالشغل وبالدوام بالخدمه. بس بعد فتره بلد الارهاب وما فيهاش سياحه. حتى قلت لي انه قالوا لك انه الارض تاعها هي صحراء، يعني ما فيهاش فقط صحراء الجزائر. يعني من اهم من الاشياء اللي قالوها انها بس صحراء ما فيها سياحه، ليش تروح؟ ما له داعي تروح يقولون. فالسبب اتوقع يمكن بسبب يمكن الازمات اللي كانت تمر فيها الجزائر سابقا اثرت على هذه النظره، وخصوصا ما كان في تسويق. ما كان في تسويق بعد ما انتهت هذه الامور. يعني تعرفين الناس تحب تتكلم وتحب تقول، واغلب الناس تحب تضخم بهذه الامور، فيمكن ما كان في تسويق، واتوقع هذا شيء متعصب. هي صحراء، كل هذه الاوصاف على الجزائر، لكن احكي لي، اوصف لي يعني بكل صراحه، يعني لما كنت في الطائره وشفت الجزائر من فوق، يعني اعطيني احساسك وشعورك لما شفتها على حقيقتها. اول ما جينا من هني كنا في الطياره وقاعد نطالع من فوق. لما جينا مرينا على الشمال الجزائري من فوق، شفنا الارض كلها خضراء. يعني قاعد اقول هذه اوروبا ولا شنو؟ ليش خضراء؟ وين الصحراء اللي يقولون عنها؟ وين هذه الاشياء؟ اوكي انا شفت صور وشفت الاشياء، لكن الاشياء اللي شفتها لما وصلت هني افضل من الصور. حتى الصور ظالمه الجزائر، حتى الصور يعني الموجوده على الانترنت، حتى الصور الموجوده بالانترنت. شعب عصبي ورايحين يقتلوك. كيفاش لقيت تعامل الجزائريين في العاصمه وفي كل ولايات الوطن، كل الجزائريين؟ الاختلاف هني موجود في كل ولايه عن ولايه ثانيه، فالاختلاف الصراحه كان رهيب، وهذا ممكن اكثر شيء ابهرني في الجزائر اللي هو اختلاف تلمسان. احكي لنا على كل منطقه زرتها، يعني الحاجه اللي عجبتك في كل منطقه زرتها. انا من اول ما جيت كان المخطط مالي اني اسوي رحله تكون للشمال كامل. في ناس حتى قاعد يقول انت يعني مجنون، ليش ما تروح للجنوب؟ ليش ما تروح الصحراء؟ الجنوب يعني عالم اخر. اي انا كنت عارف انه عالم اخر، وكنت عارف انها جنه هناك، بس ان كان الهدف مالي اني اغطي الشمال كامل، واغطي يعني كل الشمال والساحل الشمالي كامل، تقريبا يمكن فيه 1600 كيلو. فما الجزائر قاره ما تكفيها حتى الاسبوعين او ثلاثه او حتى شهر، ما تكفيها. فانا قلت ابي اصب تركيزي على الشمال كامل، لان للاسف الشمال يمكن مو ماخذ حقه كثر ما الصحراء ماخذ حقها، لان الكل لما تقول السياحه الاجانب كلهم يعني يتوجهوا، عملوا لها يعني يتوجهون للجنوب، يتوجهون للجنوب. فيمكن حتى لو تبحثين عن خاصه في هذا الوقت، يعني مع نهايه راس السنه والبرد والاجواء الحلوه هذه، الاغلب يروح للصحراء. وهذا الشيء اللي قلت لك عنه، يمكن هذا من الاسباب اللي خلت الناس تفكر ان الجزائر صحراء، لان التسويق والصور والاشياء الموجوده كلها عن الصحراء. فانا قلت ابي اخلي تركيزي، ابي اعاكس الناس، ابي اخلي تركيزي يكون شمال بس. فحطيت ان المحطه الاولى تكون مالتي اللي هي العاصمه اكيد، بعدها انطلق الى الغرب. يعني رحت على طول. انت رحت لتلمسان، مغنيه، وهران، تلمسان. تلمسان اول شيء، بعدها رحت الى مغنيه
البوراك العنابي. البوراك اللي كنت قاعد اكل باغلب الولايات كان اللي هو الرولز هو كبير الطويل. اما لا العنابي جاي كانه فطيره يعني كبير وعريض كذي ومربع وفيه داخله كل شيء، زيتون يعني تختار اي شيء ويحطوا لك كل شيء داخله، فلا عجبني حلو يعني. الحمد لله. الحمد لله. ايضا طيب خليني نتفكر في عنابه، قلت لي انه صار لك موقف في عنابه. في عنابه نعم، حكيت لي عليها من قبل في الكواليس. في عنابه يمكن موضوع ضيافه العائله اللي هناك. ضيافه العائله صراحه يعني انا بكثره المسجات والرسائل اللي تجيني من اهل الجزائر التي لفتت انظارك فور وصولك للجزائر، وما هو رايك في قناه النهار؟ اول قناه شبابيه بامتياز، انت فقط شفت طاقم صغير يعني، ما زلت ما شفتش كامل طاقم تاع قناه النهار. صحيح. بالنسبه حق الاشياء اللي شفتها هني مثل ما قلت لك قبل كنا نتخيل انها صحراء الجزائر، لكن كل شيء انت تبي تشوفه بالعالم يعني. شنو تبي تسافر؟ تبي تسافر حق شنو مثلا؟ تبي تسافر حق تراث، تبي تسافر حق صحراء، تبي تسافر حق طبيعه، تبي تسافر حق بحر، تبي تسافر حق اي شيء انت تبيه راح تلقاه في الجزائر. وهذا هو الشيء اللي لفت نظري يعني بالنسبه حق الجزائر سياحيا. وشنو السؤال الثاني اللي قلت لي اياه؟ قناه النهار. قناه النهار انا سالت عن يعني قناه النهار، انا صراحه ما كنت اعرفها قبل. سالت عن قناه النهار فالكل قال لي انها هي القناه الاولى مشاهده، قالوا لي هني. وكنت حتى كل ما ادش المحلات او ادش البيوت كنت اشوفها هي على التلفزيون موجوده. زين. طيب هذا سؤال مهم جدا وهو ضمن الاسئله تاعي. الترويج ياتي اولا من الاعلام والقنوات المحليه الذي للاسف لا يخصص حصص للتعريف بالجزائر. في رايك من المسؤول الاول عن هذا التعتيم عن السياحه في الجزائر وعن التعريف بالجزائر؟ هذا شيء داخلي. انا اشوفه هو هذا الشيء من الجزائر، من داخل الجزائر، شيء مو خارجي. شيء ما يتحكم فيه الخارج. انا اشوف ان هذا الشيء من الجزائر واللي لازم تلتفت له الجزائر ويعني بشكل سريع. لان انا بالنسبه لي حرام ان هذا الجزائر كل هذه الاشياء انا قاعد اشوفها كأن الجزائر كانها كنز مخبأ وما حد لاقيه، فيحتاج انه ينفتح. فانا اشوف ان الاعلام يلعب دور كبير بهذا الشيء. وزاره السياحه لازم تؤدي دورها بهذا المجال. لان حرام تشوفين يعني اماكن سياحيه تاخذ العقل على قولتهم، تاخذ العقل وما تلقينها مرتبه وما فيها خدمات. السلبيه الوحيده اللي انا شفتها بالجزائر هني اللي هي موضوع نقص الخدمات السياحيه. يمكن حتى ما اسميها نقص، يمكن اسميها انعدام الخدمات السياحيه. يعني اكيد انه هناك مواقف صادفتك يعني خلال هذه رحلتك، احكي لنا عليها حتى نعرفوا تحديدا. احكي بصراحه اكيد انت على المباشر وانت ضيفنا، احكي بصراحه. يعني لما تروحين مثلا انا ما نحكيوش غير الايجابيات، خلينا نحكيو على كل شيء. اكيد لما تروحين مثلا حق شلال ولا تروحين حق مثلا مكان طبيعي تحديدا هذه في بجايه حتى نتحدثوا لانه الشلال كان في بجايه. الشلال اللي رحت له في بجايه صح. لما تروحين هناك تطلعين للشلال ماكو احلى منه، المكان عجيب شلون ينزل من الجبل وهذه. بس لما تطلعين تحت تكرمين يعني ويكرم السامع. في القمامه موجوده، المحلات الموجوده يعني متهالكه. تبين مثلا مطعم او تبين تقعدين مثلا، تعرفي الواحد لما يقعد مكان طبيعي ولا مكان حلو مثلا يبي يقعد ريلاكس يشرب له شيء وهذه الامور، ما تلقين الشيء اللي ممكن يلبي كل الاذواق. يعني حتى لما تروحي مثلا المحل او شيء مثلا موجود جنب المكان اللي تروح له هناك يقول لك ما عندي، تقول زين ابي كذا ما عندي يعني شنو هو يجبرك انك تاخذ شيء اللي هو اللي عنده. فموضوع الاهتمام، موضوع النظافه، نظافه الاماكن السياحيه، يعني الخدمات كامله، خدمات يعني المحلات، المطاعم، هذه الاشياء. الامن موجود صراحه يعني الامن موجود، لكن كخدمات تلبي راحه السايح مو موجوده نفس ما ذكرت. يعني منعدمه كما قلت. منعدمه ابدا. جيد. طيب القالة أيضا يعني نسيناها، أنت رحت للقالة. رحت للقالة. عجبتك القالة بزاف؟ القالة وصلت لها بالليل للأسف، كان المفروض أصور الغروب فيها وأطلع، طلعت لها من عنابة ورحت للقالة علشان أصور الغروب هناك، بس للأسف وصلت بالليل. فحتى يعني استشرت الشباب قلت لهم شنو نسوي، حرام يعني وصلنا للقالة ونرجع. قلت لهم خلاص راح نبات ليلة في القالة ونصور بكرة الصبح وبعدها نرجع إن شاء الله إلى جيجل.
فقالوا اوكي، وبتنا. ولما قعدنا الصبح رحنا حق القاله، هي مصنفه ضمن قائمه اليونسكو العالميه صحيح. كمحميه طبيعيه. صراحه شيء خيالي. الريف هذا يعني كل هذا الريف موجود في الجزائر وما حد يسمع عنه وما حد يدري عنه. فتخيل لما تشوفين كذي الريف كامل والجبال والحياه الريفيه والحصان والغنم موجود والطيور وهذه الاشياء، وطيبة الناس ايضا في اكيد القالة. يعني كل شيء مجتمع بمكان واحد، كل شيء طيب مميز بالنسبة مجتمع واحد. للخدمات هناك في القالة، نظرا لما راك تحكي على القالة بهذه الطريقة، الخدمات منعدمه الخدمات هناك. لما رحنا هناك حتى كان قالوا لنا ان في قارب في البحيره الموجوده في البركه الموجوده هناك. سالنا عنه، قلنا لهم وينه؟ قال اوكي هذا رقم تليفونه. دقينا عليه جهازه مغلق، فكنا نبغى ناخذ القارب، ما اخذنا القارب ورجعنا. فما في خدمات يعني. طيب أبداً. وبالنسبة للأوتيل اللي نزلتوا فيه؟ يعني تعمدت هذا السؤال لأنك حكيت لي عليها من قبل. لما رحت هناك من غير ذكر اسماء طبعا. طيب أكيد. لما رحنا هناك ادور، قلنا خلاص احنا لازم نقعد ليله، فادور فندق ما نلاقي. رحنا فندق هناك، طلع فندق متهالك يعني، حتى الشباب قال هذا سجن مو فندق يعني. فطلعنا وقعدنا نفتر، لقينا فندق يعني ما ادري يعتبر 4 نجوم او شيء ما ادري صراحه، لكن فندق شوي كبير يعني وشكله مرتب من برا. بس لما جينا عند الريسبشن، قلنا له قاعد طالع القائمه مالت الغرف وهذه الاشياء، شفت عندهم الجناح الملكي او الجناح الرئاسي وهذه الاشياء، قلت خلنا ناخذه عشان نصوره الناس تشوفه. يقول لي ممنوع. قلت له ليش ممنوع؟ يقول لي ممنوع. قلت له زين، يقول لي ليش ممنوع؟ يقول هذا بس حق ناس الفي اي بي. ناس الفي اي بي؟ اي يقول لي بس حق ناس الفي اي بي. انا ما ذكرت له اني انا جاي اصور وهذه الاشياء علشان ما يغير نظرته يعني. فقلت له اوكي ما في مشكله، اعطني الغرفه اللي عندك. فاعطاني غرفه صغيره، بس يعني اعطاكم بعدين اعطاني غرفه الصغيره مو في الجناح الفي اي بي. لا بس بعدين لما نزلنا مره ثانيه من الغرفه طالعين نتعشى، فشاف جوازاتنا قال انتم ضيوف عندنا. قال انتم ضيوف عندنا. قلنا ايه احنا ضيوف عندكم، ما عرفت من اللهجه يعني. فقال لا تعال اعطيك الجناح الرئاسي. قلت قبل شوي تقول لي لا، يقول لا خلاص انتم ضيوف تعال اعطيكم اياه. يعني لما عرف انكم مش جزائريين اعطاكم الجناح الفي اي بي. مليح. جيد. طيب سؤال اخر، هل تكاليف السياحه في الجزائر مكلفه اذا ما قورنت بدول مجاوره؟ بالنسبه للسياحه هني كسائح، انا لما اجي للجزائر كمعيشه وكاكل رخيصه. ليش؟ لان الجزائر ما عندها موضوع ان انت سائح نرفع لك السعر. هذا شيء حلو يعني. وخلاص تونا تكلمنا عن سلبيات، نرد على الايجابيات. ما عندها موضوع ان انت سائح تعال ارفع لك السعر، بالعكس يمكن بعد مرات يشوفونك انت سائح ينزلوا لك السعر. لكن كفنادق قليله، الفنادق قليله. وفوق هذا كفنادق انا مثلا ابي مثلا اجي حق ريلاكس او استرخاء في الجزائر، الفنادق ال5 نجوم او ال4 نجوم اسعارها باهظه، اسعارها مرتفعه يعني مقارنه مع الدول الثانيه. الاسعار هنا مرتفعه والخدمه هنا اقل. واحنا نرجع مره ثانيه، شاب كويتي جاء وعادي يعني صور واستضفتوه وعاملين له ضجه. طيب يقولوا انه كاين بزاف جزائريين عندهم قنوات على اليوتيوب ويعملوا سياحه للجزائر، لكن حقيقه يعني ما داروش الضجه يعني متابعه مثل ما عملتها. يعني وين السر؟ اين يكمن هذه المشكله بالتحديد؟ هذا الموضوع يعني انا ما اشوف نفسي اني والله انا يعني والله الضجه هذه الاعلاميه اللي صارت لنا والله ابن فطوطه افضل واحد. لا انا مو افضل واحد، انا حالي حال الناس العاديه. الموضوع ان الدول العربيه تحب تشوف بلدها والاماكن من بلدها من عين الشخص الاجنبي. يعني مثلا انا كجزائري مثلا احب اشوف الجزائر من نظره مثلا الشخص الكويتي، الشخص السعودي، الشخص من البلد الفلاني احب اشوفه، وخصوصا من الشخص العربي مو بس اجنبي يعني الاجنبي العربي. يعني ابي اشوف هذا الشخص شنو يقول عن بلدي. وخصوصا ان مثلا ما في سياحه في الجزائر، فالناس كلها تتابع شنو هذا جاي من بلده. طيب وشنو يقول. اصداء من الكويت ومن دول عن بعد ما شافوا الفيديوهات تاعك؟ الحمد لله. الدول الثانيه يعني الاغلب قاعد يقول انه معقول هذا الجزائر، يعني معقول هذا كل هذا الطبيعه وكل هذا الجمال في الطبيعي والناس والضيافه كل هذا موجود بالجزائر، ومعقول هذا الامن والامان موجود في الجزائر. فالحمد لله ان كان لها تاثير
كبير حتى على الناس اللي برا، ومستمرين ان شاء الله بالفيديوهات بالتاثير ان شاء الله قدام ان شاء الله. بعد. طيب حمزه، فقط في غرفه التحكم يسالني عن جمال الجزائريات الجزائريين، لانه كلهم لما تروح للخارج يقولوا انه الجزائريين كلهم سمر وما عندهمش بشره بيضاء، ما عندهمش يعني لا بالعكس، ما عندهمش نظره على اللي انا شفته تحديدا. اللي انا شفته يعني شفته قدامي وعشته ان الشعب الجزائري والجزائريات يعني البشره ما شاء الله بيضة. طبعا مثل ما قلت هو اختلاف يعني في الاسمر في الابيض بس لا حتى في الجنوب يعني جمال الجنوب يعني وحده، راح تروح للصحراء وراح تكتشف ما حكيناش على منطقه القبائل باختصار، لانهم قاعدين يقولوا لي ما تحدث لي بزاف بما انك ما قسمتي بجايه جنه يعني بجايه منطقه القبائل. القبائل يعني ما رحنا لها هناك وصراحه عجبتنا حيل، ويعني حتى يعني فضل اهل القبائل ما حد ينكره، يعني سواء على الجزائر سواء على كل الدول الموجوده في شمال افريقيا، على الاسلام، هذه كذا نظره عامه على الاسلام، العلماء، الناس المفكرين، كل الناس يعني لهم كثير يعني من الناس من اهل القبائل كان لهم تاثير كبير في الجزائر وفي حتى شمال افريقيا كامل. فصراحه عجبتني حيل بجايه، فهذه يعني اتوقع ان اهل القبائل راح يستانسون عليها يعني. حيل. مليح. طيب في الاخير كلمه توجهها للجزائريين فقط؟ الكلمه يعني ما في كلام ممكن ان يوفي حق الجزائريين مهما قلت. صراحه يعني انا الحين ترى جاي البرنامج هني، وعلى طول ان شاء الله بطلع من البرنامج وبروح الى البيت اخذ الشنط وراجع للكويت. طبعا الفيديوهات ما انتهت، مستمره ان شاء الله حتى وانا هناك. يعني هذا اليوم اخر يوم لي هني، انا جدا يعني اقولها بقلب محروق يعني اني ما قدرت اني ازيد الرحله هني بسبب اني عندي شغل في احد الدول الثانيه هم تغطيه. اشكر الجزائريين كلهم في كل الولايات، وكل شخص جزائري كلمني، وكل شخص حتى كانت عنده نيه انه يستضيفني وانه دعمني حتى. انا اشكركم كلكم، والله يعطيكم العافيه وما قصرتوا على هذا الشيء، وانا جدا اتاسف من كل الناس اللي راسلوني وكلموني ويبون يستضيفوني وما قدرت ارد عليهم، لان كميه رسائل كانت يعني لا تطاق، يعني شيء كبير ما قدرت اتحمله يعني. ان شاء الله. طيب راح ترجع ان شاء الله مش الجنوب هذا سر لحد الحين ما قلت له انا. خلاص اي انا هذا سر لحد الحين ما قلت له، بس راح ارجع مره ثانيه يعني ان شاء الله راح ارجع وقريب ان شاء الله. اي وبيكون في تغطيه مختلفه ان شاء الله. ان شاء الله، ونحن في الانتظار. الله يسلمك. نجدد ترحيبنا بك في القناه. الله يعطيك العافيه، وانا تشرفت بتواجدي معك لميس هني وتواجدي في قناه النهر. شكرا جزيلا لك. اذا عادل العدواني المعروف بابن فطوطه رحالة كويتي، شكرا جزيلا لك على حضورك.